أكبر انتقام في التاريخ انتقام أولجا. أولجا اتولدت سنة 890 ميلادية في الشمال الغربي في روسيا دلوقتي. ما نعرفش كتير عن طفولتها، بس الأكيد إنها كانت من أسرة نبلاء، وده خلى الأمير إيجور أمير كييف يختارها زوجة ليه. إيجور كان حاكم قوي بس كان طماع. سنة 945 خرج عشان يجمع الجزية من قبيلة اسمها دريفليانز، قبيلة قوية بس كانت تحت حكم كييف. بس بدل ما ياخد الجزية اللي اتفقوا عليها طمع شويتين ورجع تاني عشان ياخد اكتر. تقريبا في القبيله ما كانش مزاجهم رايق اخر حاجه اليوم ده، حرانين او حاجه. لما جه عشان يجمع الجزيه مره تانية اتعصبوا قوي والقبيله ما استحملتش طمع. راحوا جايبين شجرتين وقربوهم كده من بعض وربطوا الاستاذ ايجور فيها، وبعد كده سابوا الشجرتين يرجعوا تاني لحد ما جسمه اتقسم نصين. معلش بقى نتيجه طمعه. بعد قتل ايجور ابنه وابن أولجا كان لسه صغير في السن، فأولجا أصبحت وصية على العرش، والناس افتكروا إنها هتبقى ست ضعيف، لكن أولجا كانت أذكى من كده بكتير. قبيلة بقى الدريفليانز لما قتلوا إيجور تقريبا خدوا حبوب شجاعة. قالك إيه، إحنا ممكن نسيطر على حكم كييف كلها، الراجل مات والست وحيدة أرملة، احنا نبعت نقول لها تختاري الأمير من عندنا عشان تتجوزيه. أول رسل اتبعتوا ليها حفرت حفرة كبيرة ودفنتهم وهم عايشين. بعتت بطلب وفد تاني، قالت عايزة كبار رجال القبيلة عشان تتفاهم معاهم. سابتهم يدخلوا يستحموا في حمام البخار وقفلت الابواب وولعت فيهم النار. بعد كده دعت أكتر من 5000 محارب من القبيلة، قالت إنها عايزة تعمل عزل للأمير. أنا مش عارفة هي القبيله دي كانت متخلفه ولا ايه، عماله تبعت في ناس وما بتسالش هما بيروحوا فين. ما علينا. ولما كلوا وشربوا في العزا راحت قتلتهم كلهم بالسيف. طبعا بعد اللي هي عملته ده كله هي موتت اكتر ناس اقوياء في القبيله. راحت بعد كده واخده الجنود بتوعها وراحت حصرت المدينه. لما تعبوا حاولوا يترجوها كفايه، قالت لهم خلاص ابعتوا لي طيور كهديه سلام. كل بيت بعت لها حمام وعصافير، ربطت في كل رجل طير قماش في نار وسابتهم يطيروا يرجعوا للعشش بتاعتهم، فالمدينة كلها ولعت. وبكده أولجا انتقمت من قبيلة كاملة عشان الأمير إيجور. بعد ما انتقمت لجوزها فضيت لنفسها بقى. ابتدت أولجا تبني من الصفر، قسمت الأرض، نظمت الضرايب، بنت طرق جديدة، وكان عندها رؤية أبعد من كل الناس. دخلت مفاوضات مع الإمبراطورية البيزنطية وسافرت للقسطنطينية، وهناك أخذت خطوة صادمة لكل الناس. اتعمدت وبقت أول حاكمة مسيحية في تاريخ كييف. قبلها في كييف كانوا وثنيين، ما كانش عندهم دين مسيحي. ورجعت من القسطنطينية وحاولت انها تقنع ابنها بالدين الجديد، بس هو كان لسه صغير ومتشدد فرفض. بس بعد كده حفيدها فلاديمير العظيم هو اللي اتعمد وخلى كل الدولة تبقى مسيحية. يعني تأثير أولجا فضل بعد موتها. أولجا ماتت سنة 969 ميلادية بعد ما حكمت كييف أكتر من 20 سنة، بس قصتها لسه ما ماتتش، لأن بعد 1000 سنة من موتها الكنيسة الأرثوذكسية أعلنتها قديسة وقالت إنها نور وسط ظلام الوثنية. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.